دخلت كلية جديدة بتدرس باللغة الإنجليزية وأنا مش فاهم أي حاجة ومستوايا في الإنجليزي مش أحسن حاجة. أعمل إيه؟ أول حاجة هنتبع مع بعض الخطوات اللي إن شاء الله هتسهل عليك اللغة والدراسة بالإنجليزي. هنتبع أول حاجة إن احنا نعمل ريكورد أو تسجيل للمحاضرة بتاعة المادة دي اللي انت بتدرسها باللغة الإنجليزية أو المواد كلها. قبل ما نعمل كده نحاول نسأل لو الدكتور ده بيسمح بموضوع ريكورد أو لأ. تقريبا معظمهم بيوافقوا علشان بيبقوا عارفين ان انت هتذاكر بالريكورد ده. تاني حاجة اما ترجع البيت تفرغ اللي انت سمعته في الريكورد في السكتش. تالت حاجة بعد ما خلصت ريكورد وفرغته اعمل ايه؟ في بعض الحاجات اللي الدكتور كان بيركز عليها وتقريبا عامل PDF منزلهولك او عنده كتاب، حاول تجيب الPDF ده وتطبعه. ممكن تقولي لا هذاكره من الموبايل اسهل او كده او الايباد، لا، حاول تطبعه علشان انت في البداية هتحاول تترجم، وياريت تترجم بايديك علشان برضو تفهم المعلومة كويس. خلاص جبت الPDF وطبعته، اعمل ايه؟ تعمل سكرين او تعمل تصوير لأول صفحة او اي صفحة انت عايز تفهم منها اللغة وتبعتها على جوجل ترانسليت. بعدين هيترجم لك الصفحة كلها. شوف الحاجات اللي انت مش فاهمها او الاسطر او الكلمات اللي انت مش عارف ترجمتها واكتبها جنبها بالعربي عادي. هتحس ان الموضوع تافه وانت كده في ابتدائي، لا خالص. معظمنا وهو داخل بيبقى مش احسن حاجة في الانجليزي فبيعمل كده. وبعدين بعد ما خلصت الريكورد وفرغته وعملت هايلايتس على الحاجات اللي الدكتور اكد عليها وطبعت الPDF وعملت الهايلايتس برضو وفرغت جنبه الحاجات، اعمل ايه؟ وفي بعض الحاجات مش فاهمها برضو بعد ما عملت الخطوات دي كلها. اول حاجه هتفتح قناه اليوتيوب وتعمل في الريسيرش الماده اللي انت بتذاكرها او الماده اللي انت او القسم اللي انت فيه حاليا. هتلاقي في دكاترة كتيرة بيشرحوا المادة دي بطريقة مبسطة. حاول تسمع كذا حد وتشوف أبسط واحد بالنسبة لك وتعتمده لحد آخر السنة. بالخطوات دي إن شاء الله أوعدك اللي انت هتجيب امتياز في المادة دي أو المواد كلها اللي انت بتدرسها باللغة الإنجليزية.